ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم ندى من قناة بيوتي وذ ندى، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن وصفة طبيعية. الفيديو ده بصراحة في بنوتة كانت طلبته مني، وكانت عايزة وصفة للشعر، لتنعيم الشعر، خاصة يعني الشعر الجاف وكده. فانا حبيت اعمل لها الفيديو اللي هي عايزاه. ولو هي بتتفرج عليا دلوقتي بقولك اهوت الفيديو اللي انت طلبتيه مني، بعملهولك دلوقتي. واي حد عنده فكرة فيديو، اي حد عايز اعمله اي فيديو، اكتبيه تحت في الكومنت. وان شاء الله الفيديو اللي هعرف ان انا اصوره اكيد مش هتأخر عليكم، واكيد هصوره لكم. بس طبعا قبل ما نبدأ بالفيديو، لو كنت جديدة في القناة اهلا بيكي، نورتيني. يا ريت تضغطي على اشتراك او سبسكرايب، هتلاقيه موجود تحت الفيديو. وكمان تشغلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم اشعار او نوتيفيكيشن اول ما انزل فيديو تاني جديد، وتحطوا للفيديو لايك لو عجبكم. ويلا نبدأ بالفيديو. طيب، مبدئيا كده المكونات بتاعه الوصفة بتاعت النهاردة هتكون كلها طبيعية، ويعني كلها هتلاقيها ان شاء الله موجودة في مطبخك. وزي ما انتم شايفين كده يعني هي دي المكونات اللي احنا هنستخدمها قدامكم. طيب، الوصفة دي هي لتنعيم الشعر. ولو انت شعرك جاف او كده ان شاء الله هتخليه طري وناعم وكويس. وكمان يعتبر بروتين طبيعي للشعر، لانه في مكون اللي هو صفار البيض. وصفار البيض طبعا هو بروتين طبيعي. فدي يعتبر وصفة لتنعيم الشعر، وفي نفس الوقت هتغذي الشعر علشان البياض سوري، صفار البيض. طبعا البيض عموما يعني له فوائد كتير، وهو يعتبر بروتين طبيعي يعني، بس احنا النهاردة هنستخدم بس صفار البيض. طيب، يلا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، ويلا نشوف المكونات مع بعض. طيب، مبدئيا كده اول حاجة هنحتاجها موزة. هنحتاج ثمرة موزة واحدة. انا عايزة الموزة زي ما انتم شايفين كده تكون مستوية على الاخر يعني. شوفوا زي ما انتم شايفين كده، هي الموزة يعني الحاجات السمراء اللي فيها دي انا عايزاها كده، يعني هي دي المفروض تبقى الصح، تكون مستوية يعني. كمان هنحتاج هنا صفار بيضة، وزيت زيتون بكر اهو. وكمان هنحتاج هنا، هناخد منه معلقتين، وهناخد من هنا ده عسل ابيض. هناخد برضو معلقتين عسل ابيض. طيب يلا تعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا. طبعا المكونات دي تقدري انتي تزوديها لو شعرك طويل او كثيف، فعلى حسب طول شعرك تقدري تزودي المكونات. يعني مثلا انا هنا مستخدمة ثمرة موز واحدة، تقدري انتي تستخدمي اتنين. وهنا بياض بيضة واحدة، تقدري انتي تستخدمي اتنين، وهكذا تزودي المكونات. طيب يلا نبدأ. اول حاجة هاخد الموزة كده وهقشرها، وهبدأ ان انا اهرسها بالشوكة. زي ما انتم شايفين الشوكة هنا، انا هبدأ اقشرها واهرسها بالشوكة. طبعا انت تقدري تقشريها، وتقدري كمان انك تهرسيها تحطي المكونات دي كلها وتهرسيها في الخلاط. طيب، هبدأ كده اخد الموزة. انا كده اخدت الموزة اهو. هبدأ دلوقتي ان اقطعها كده قطع، وبعد كده ابدأ ان انا اهرسها بالشوكة كويس جدا جدا. عايزة ان انا اهرسها لحد ما يعني ما تتهرس معايا كويس، لان انا عايزاها تبقى قوام كريمي، تبقى زي الكريم كده، علشان تبقى سهلة الفرد على الشعر، وتكون سهلة يعني. فانا هبدأ دلوقتي ان انا اهرسها كويس، وبعد كده ارجع لكم تاني على ما تكون اتهرست. طيب يا بنات، دلوقتي انا هرست الموزة كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، اتهرست كويس. طبعا لو انتم مش هتعرفوا تهرسوها كويس كده بالشوكة، زي ما انا قلت لكم تقدروا تحطوها في الخلاط وتحطوا المكونات كلها وهتدي نفس النتيجة يعني. طيب بعد كده هناخد الموزة ونضيف عليها الصفار البيضة زي ما انا هوريكم دلوقتي.
اهوت انا كده دي كده صفار البيضة هنا. هبدأ اضيف عليها هنا الموزة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو يا بنات. انا ضفت الموزة كده على صفار البيضة. هبدأ اقلب كويس جدا، اقلبهم مع بعض عشان يتجانسوا مع بعض كده بالشكل ده كده. طيب يا بنات انا كده خلطت الموزة مع بياض البيضة مع بعض. دلوقتي هبدأ اضيف المعلقتين العسل. هنا عسل نحلة هنا. هبدأ اضيفهم برضه عليهم كده بالشكل ده كده. هبدأ اضيف العسل. اوكي، انا كده ضفت العسل برضو. هبدأ اقلب مع بعض عشان يتجانس. طبعا عايزه اقولك يا بنات ان العسل حلو جدا جدا للشعر لانه بيرطب الشعر جدا. وطبعا ليه فوائد كتير للشعر وللبشرة. وكمان الموزة برضو بتعمل على ترطيب الشعر كويس جدا، بترطب. وكمان البيض طبعا زي ما انا قلتلكوا هو بروتين طبيعي وكويس جدا للشعر، بيخلي الشعر قوي وناعم. بعد كده هبدأ بقى اضيف هنا معلقتين من زيت الزيتون البكر. هبدأ اضيف برضو، اخد منه معلقتين بالشكل ده. ادي اول معلقة من الزيت الزيتون. ادي واحد، اتنين. بس كده. ودي كل المكونات. هبدأ بقى اقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. كده يا بنات تكون الوصفة بتاعتنا خلصت، وهي دي شكلها. طبعا الوصفة دي مفيدة جدا جدا للشعر، وان شاء الله تجربوها وتستفادوا منها، وان شاء الله يعني هتلاقوا نتيجة تبسطكم. طيب اخر حاجة بقى اقولها لكم طريقة الاستخدام بتاعتها ازاي. هتكوني غاسلة شعرك كويس جدا. بعد كده هتحطي الوصفة دي لمدة 3 ساعات على شعرك. هتحطيها كويس جدا في الجذور بتاعت شعرك. وكمان هتلبسي بقى البونيه او كيس بلاستيك على شعرك، وتسيبيها على شعرك لمدة 3 ساعات. وبعد كده تغسلي شعرك عادي بالشامبو والبلسم بتاعك. بس كده. استمروا عليها بقى وان شاء الله هتلاقوا نتيجة تعجبكم. بس كده الفيديو يكون انتهى، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم فيديو تاني جديد قريب، ومع السلامة.